السلام عليكم. معاكم محمود احمد في سلسله الدروس الخاصه بنا بلغه برمجه بايثون 3. الجزء ده بنتكلم عن ويب ديفلوبمنت باستخدام جانجو. اتكلمنا في الدرس اللي فات عن الديفلوبمنت سيرفر، السيرفر اللي موجود بيلت ان في الجانجو، وازاي ان انا بقدر ارن السيرفر ده واعمل الكونفيجريشن بتاعته واغير الاي بي ادرس والبورت نمبر. اتكلمنا ازاي نقدر نكري البروجكت وايه المكونات بتاعته، واتكلمنا ايه الفرق بين البروجكت والابلكيشن، وازاي نقدر اكريت ابلكيشن وايه المكونات بتاع الابلكيشن بتاعي. وقلنا احنا بنتكلم عن الفايلز اللي موجوده جوه البروجكت، ان احنا هنتعامل بعد كده مع ستينجز فايل وهنتكلم عليه. النهارده ان شاء الله هنتكلم على الستينجز فايل. اول حاجه هنعملها نجيب سبلايم تكست او تجيب اي اديتور انت عاوزه. انا بستخدم السبلايم. اول حاجه خلينا نشوف ازاي بنقدر ان احنا نفتح البروجكت كله. اوبن فولدر، تيجي على الديسكتوب تختار هل جانجو، اوكي، يفتح لك البروجكت بتاعك. لا، اوبن فولدر، اختار هالو جانجو مش هالو جانجو التاني، ده الابلكيشن اللي موجود. اختار هالو جانجو اللي هو الفولدر البروجكت الرئيسي. تمام كده. لو لاحظت هنا هتلاقي هالو ده الابلكيشن بتاع اللي انا عملته، هالو جانجو. هنا هتلاقي كل الستنجز اللي موجوده في البروجكت بتاعك. خلينا نفتح ستنجز فايل ونشوف هنا كل الستنجز. اول حاجه خلينا نتكلم عنها ان انا لما عملت المره اللي فاتت هالو ابلكيشن ده، الابلكيشن ده ديجانجو في بيلت ان ادمن بيج، في ادمن في ديجانجو عامل صفحه للادمن تقدر من خلالها تخصص اي حاجه في الابلكيشن اللي عندك. اي ابلكيشن انت بتعمله ديجانجو ما بيتعرفش ان ده موجود في البروجكت بتاعك غير لما انت تضيفه في انستولد ابس هنا. يعني انا عملت ابلكيشن اسمه هالو، لازم انا اجي هنا واضيف الهالو ده عشان ديجانجو يعرف ان ده موجود. فاكتب هنا هالو، وخد بالك بتحط بين سنجل كوتيشن وبعدها كوما. تمام، ده كانت اول حاجه. تاني حاجه هنروح على الداتابيز لان هي اللي فيها الشغل. ديجانجو بيتيح لك ان انت تستخدم تقريبا كل انواع الداتابيز، سيكوال لايت، بوستجري، مونجو دي بي وما الى ذلك. هو هنا هستخدم سيكوال لايت 3، ولو بصيت في البروجكت بتاعك لما احنا عملنا رن المره اللي فاتت هتلاقي كاريت هنا فايل db.sqlite 3 اول ما انت عملت رن للسيرفر. علشان كده اول ما انت بتكريت البروجكت بتاعك اول حاجه تخش على ستينجز فايل وتظبط اعداداتك الاول. خلينا نشوف. لو انا دلوقتي هو اللي هنا استخدم سيكوال 3، طب لو انا عاوز استخدم الماي سيكوال، طبعا انا في كل بروجكت كل مشروع انا هعمله هستخدم فيه داتابيز مختلفه لان هما بيختلفوا الى حد ما في الاعدادات. يعني انا المره دي هستخدم السيكوال 3 بس هشرح دلوقتي برضو ازاي تستخدم الماي سيكوال، وبعد كده المشاريع التانية ممكن لما نجرب اي نوع اخر من الداتابيز. لو انت بتستخدم سيكوال لايت 3 خلينا نسيب دول كده، خلينا ننسخ دول كده ونكتبهم تحت هنا اوريك ازاي بس بتعمل الماي سيكوال، ولكن هنمسحهم في الاخر. هتيجي هنا وهتكتب ماي سيكوال. تمام، النيم بتاعك هتكتب مثلا اسم الداتابيز تيست مثلا. الماي سيكوال ما بتاخدش الانجن والنيم بس، اللي بياخد الانجن والنيم بس الاثنين البارامتر ده هو السيكوال لايت 3، ولكن الماي سيكوال بتاخد منك اليوزر، وطبعا لازم أن يكون حرف كابيتال اليوزر، بتاخد منك الباسورد. اليوزر هو اليوزر نيم اللي انت لما بتيجي تعمل انستول للداتابيز لو انت عملت انستول لماي سيكوال هيطلب منك يوزر نيم وباسورد، هم دول اليوزر نيم والباسورد لازم انت تكتبهم هنا. بفضل مثلا ان انا اعملهم روت او ادمن مثلا، ادمن، وانا برضو ادمن. لاحظ حاجه، اخر كل سطر زي ما قلت فيه كوما وما تنساش الكوما دي، انا طبعا هتعمل معاك ايرور. في النيم هنا انا اخترت ان هو يحط الفايل بتاعك في المسار بتاع البروجكت. طب افرض لو انت عاوز تسيف الداتابيز في مسار معين، هتاجي هنا وتعطي له المسار اللي انت عاوزه. خلينا نمسح ده كده. الداتابيز بتاعتي اسمها ايه؟ اسمها تيست. طب انا عاوز احط دوت دي بي، انا عاوز احط الداتابيز دي في مسار معين. لو انت شغال مثلا لينكس هتحط هنا سنجل كوت وهنا سنجل كوت
وطبعا هتحط مثلا المسار بتاعك في اي مكان انت عاوزه، مثلا مثلا فور بروجكت، اي مكان انت عاوزه لحد ما توصل للمكان اللي انت عاوزه. لو انت على الويندوز ركز معايا، شوف هتعمل ايه، ان الويندوز هي اللي فيها المشكله. تضغط مثلا سي سلاش باي مثلا، وبعد كده سلاش ديجانجو، وبعد كده سلاش مثلا تحط داتابيز. ده المسار مثلا انت عاوز تسيف فيه. لو عملت رن هيحصل مشكله. المشكله كانت في ايه؟ المشكله لو انت لاحظت في فرق بين السلاش بتاع اللينكس والسلاش بتاع الويندوز. لو انا كنت في اللينكس كنت بعمل السلاش بتاعتي كده، اقول لك مثلا فار واعمل سلاش كده، لكن الويندوز السلاش بتاعتها مختلفه، وده اللي بيعمل مشكله في السلاش بتاع الويندوز. لو انت عملت رن هيحصل مشكله بسبب السلاش. علشان ان انا اقدر اتعامل مع السلاش دي، باجي هنا في الاول وبحط حرف ار قبل، هنا قبل السنجل كوت بحط ار. ايه فايده الار هنا؟ الار هنا كل فايدتها معناها ان عامل كل السترنج ده كقطعه واحده، ما تعملوش، ما تاخدش السترنج ده تحوله كلمه كلمه، خد السترنج كله حوله كقطعه واحده. تمام؟ دي الفايده عشان خاطر ما يحصلكش مشكله في السلاش. ركز في الحته اللي انها ممكن تعمل لك مشاكل. ده طبعا لو انت عاوز تعمل، قلنا ده للماي اس كيو ال، خليك فاكر الحته دي. تمام؟ لو انت بتستخدم ماي اس كيو ال لازم انت تعطيله اليوزر نيم والباسورد، وخد بالك من المشكله بتاع السلاش. خلينا طبعا نمسح ده لان مش هنتعامل معاه، احنا هنستعمل بسيكوال لايت 3 في البروجكت بتاعنا. والبروجكت الجاي ان شاء الله هنبدا نستخدم كل مره داتابيز مختلفه. طبعا التايم زون هو يو تي سي، انت طبعا هتغيره وتعمله افريكا كايرو، افريكا كايرو، عشان يبقى التايم بتاعك. وعاد لو مش عايز تظبطها مفيش مشاكل يعني. ده تقريبا الستنجز اللي انت تقدر تتعامل معاه دلوقتي. ستنجز فايل ده لسه بعد كده خلال البروجكت بتاعك هيبدا ندخل ونضيف فيه. الدرس الجاي ان شاء الله هنبدا ندخل في البروجكت بتاعك ونشوف ازاي هنقدر نتعامل ونعمل الويب بيج البسيطه بتاعتنا. زورونا ان شاء الله في الدرس الجاي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.